بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت تصلوا على رسول الله قبل ما نبدأ. طريقة مخلل الجارنك والقرعون. العوجة: غسلت الجارنك وغسلت القرعون وجهزت المطربانات وبحتاج لتر مي. وأكيد الجارنك والقرعون عشق السوريين مع عصرة الليمون ورشة الملح. هون بلشنا ننزل كمية القرعون بالمطربان. عندي المطربانات صغار، انتو فيكن تسووا مطربانات أكبر حسب الكمية اللي عندكن. رح كفي المطربان جارنك فوق القرعون، وهذا المطربان جارنك بس. احتجت مطربان ثالث، عدلت الكمية. وهلأ المي بحتاج إلها ملعقتين ملح كبار، ملح مونة اللي متواجد عندكم، بس يكون ملح مونة، ونص ملعقة سكر، وملعقة خل. بنحركهم مع بعض ليدوبوا كتير منيح، وبنسكب المي فوق الجارنك والقرعون، غمرتهم ليغمروهن لفوق. وهيك بسم الله ما شاء الله صاروا جاهزين. وبدنا نسكرهن كتير منيح، نضغطهن، نتأكد من الغطاء انه ما بيدخل هواء، لانه اذا دخل هواء بينتزعوه ما بيصيروا عندي. وهيك منظرهن بسم الله ما شاء الله. وتقريبا بدكم تخلوهن 10 ايام على الاقل. وهيك صاروا جاهزين. وهيك صورتهم بعد يومين، تغير لونهم شوي. وإن شاء الله ألف صحة وعافية.